يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يقول لهم اللي جاءوا من الحبشة: حدثوني بعجيب ما رأيتم من أهل الحبشة، أعطوني أخباركم، جلستم سنوات طويلة في الحبشة، أخبروني. فقام شاب من الصحابة قال: يا رسول الله، كنا في ذات يوم جلوسا إذ مرت امرأة عجوز من أهل الحبشة تحمل بين كتفيها قلة فيها ماء، قلة إناء فيه ماء، وهي تمشي إذ جاءها شاب فدفعها بين كتفيها، ضربها فخرت على ركبتيها وسقطت القلة وانكسرت. وأخذ يضحك يقول: فقامت العجوز فقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر إذا وضع الكرسي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وبدأ الحساب، ستعلم ما لي وما لك في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قل لدولة الظلم: افعلي ما تشائين، فإن لك أجل. دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. كل ظالم في الأرض سيأتي له يوم ويمهله الله عز وجل، لكن إذا أخذه لم يفلته. فكيف إذا صارت قرية ظالمة؟ فكيف إذا صارت بلدا ظالما؟ هذا لو واحد ظالم الله ما يتركه، ينزل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. طيب شلون لو صار البلد نفسها تظلم؟ لو صار القانون أصلا ظالم؟ لو صار الحكم يظلم جزءا من البشر على حساب جزء من البشر؟ هل تظنون أن الله عز وجل سيبقي هذه القرية؟ أبدا والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.